السلام عليكم. الإخوان اليوم غادي نشوفوا واحد جوج ديال المحلات كيتواجدوا في الخارجة ديال طنجة، اتجاه ديال المغوغة، حدا العزيب، حدا الحي ديال العزيب. الإخوان غادي نحاولوا نعطيكم جميع المعلومات وجميع التفاصيل وحتى الثمن إن شاء الله. عليكم إلا بالاشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش أي فيديو إن شاء الله غادي يوصل لكم، باش إن شاء الله كلشي غادي يستافد. الإخوان بالنسبة للمحلات هادو كما كتشوفوا راه قرابين الشارع اللي كيدي اتجاه ديال تطوان، الخارجه ديال المغوغه. بالنسبه لهاد المحلات هادو الاخوان كيتواجدوا في هاد العماره هادي، ومازال واحد الشقه كتباع في ديك العمارات، ديك العماره لان مولاها باع بارتمات، باقيين الكراجات وباقي واحد الشقه. حنا غادي نحاولوا نشوفوا الكراجات والشقه ما صورناهاش، من بعد اللي بغاها ماشي مشكل غيجي يشوفها ماشي مشكل. بالنسبه لهاد العماره هذه الاخوان راه جات هنا في احسن موقع، جات في ملتقى الطرق، وجات قبل الجامع، وجات عندها ثلاثه ديال الواجهات، ان كاين الشارع من هنا ومن هنا ومن هنا. اي واحد هود من العزيب اولا دخل من اتجاه ديال المغوغه راه غيتلاقى هنا في هاد الكراجات هادو، ان هاد الكراجات جاو في احسن موقع في هاد البلاصه هادي. وزائد التراسه كما كتشوفوا، التراسه تبارك الله راه كبيره، تيراسات تبارك الله راه فيها شي 100 ديال المترو، تيراسه كبيره. بالنسبه للكراجات اللي غادي نشوفوها الاخوان كما كتشوفوا الكراج الاول، كما كتشوف الشارع سميتها البشاشه. الكراج الاول كما كتشوفوا ثلاثه ديال البيبان. الاولى اللي غادي نشوفوا راه عنده ثلاثه ديال البيبان، ثلاثه من باب من الواجهه اخرى وجوج البيبان من الواجهه اخرى كما كتشوفوا. بالنسبه للكراج الاول هذا المساحه ديالو الاخوان راه 90 ديال المترو، وزائد التيراسه راه كبيره تبارك الله. راه اللي غادي يشريه وغادي يدير شي مشروع راه التيراسه غادي يستغلها. كما كتشوفوا راه 90 ديال المترو زائد التيراسه يمكن لك غادي تخدم لك اي حاجه، تخدم لك شي باناديريه هنايا، تخدم لك شي كافي، تخدم لك المهم اي مشروع غادي يخدم لك. حنا كنحاولوا غير نوضحوا لكم شويه الاخوان. بالنسبه للكراج راه كتشريه على مولاه الاصلي، كتشريه بالتيتر ديالو، بالمسائل ديالو قانونيه، الوثائق ديالو كامل قانونيه. بالنسبه للاخوان اللي كيتواصلوا معايا خصهم الكراجات، حنايا راه ملي كتبان شي حاجه كنزلوها لكم، نتوما ملي تشوفوها اللي غادي يشوف الفيديو وعجبو الكراج عجبو الموقع كنقول له مرحبا به. حنايا اصلا درناه باش نبيعوه، ما درناهش باش يبقى في اليوتيوب يتفرجوا فيه الناس. الحمد لله شحال من حاجه تباعت وشحال من حاجه مازال ما تباعت، ان كل وحده كتجيب كل حاجه كتجيب الوقت ديالها. بالنسبه للاخوان هاد الكراجات هادو انسان اللي بغى يديهم بجوج، لان هذا فيه 90 وكاين واحد اخر لاصق معاه، لان عماره وحده مقسوم على جوج الكراج، ولكن ماشي مشكل. كما قال السيد، قال لي اللي بغى يديه كامل يعمل له تيتر واحد، او اللي بغى يديهم بجوج الا بغى يدير له جوج ديال التيترات يخرج له جوج ديال التيترات، كل واحد يخرج له التيتر ديالو. بالنسبه لهذا اللي كنشوفوا دابا فيه 90 ديال المتر، واللي لاصق معاه كما كتشوفوا من هنا هذا، لان كاين واحد الحيط من بعد غادي نشوفوه، هذاك فيه 108 108 ديال المترو. اللي بغى يديهم بجوج يجمعهم كنقول له مرحبا بك. اللي بغى يدي شي واحد اللي قادر على 90 يدي 90، واللي قادر على 108 يدي 108. اللي باغي يديهم بجوج يديهم بجوج. انا كنحاول نشرح لكم باش نتايا تخدمها في الدماغ ديالك وغادي تعرف شنو غادي يسلك لك، لان كاين الحمد لله الناس في طنجه هنايا راه قادر يشري العماره كامله، ماشي غير كراج وصافي. كاين الناس اللي كيستثمروا في طنجه وكيديروا المشاريع، والحمد لله الامور ماشيه مزيانه. الله يعاون كل واحد والله يسهل الامور كل واحد. وحنا مزيان كنفرحوا ملي كنشوفوا هاد الناس هادو كيستثمروا هنا في طنجه باش كيروجوا الحركه شويه. هادشي اللي بغينا حنايا. بالنسبه للكراج الثاني غادي نحاولوا نشوفوا حتى هو راه عنده ثلاثه ديال البيبان كما كتشوفوا، فيه ثلاثه ديال البيبان، حتى هو كيشوف العمارات وكيشوف التراسه كما كتشوفوا الاخوان. غادي نحاولوا حتى هو نشوفوه باش تكون الامور واضحه ان شاء الله.
اللي بغاه مرحبا به يتصل معايا. مول ديال الكراجات راه كاين، غادي نعيطولو في اي لحظه غادي يجي، وحنايا موجودين، وحنايا كنسهلوا عليكم الامور باش كنتعاونوا معكم باش بلا ما تتعذب انت، بلا ما تمشي تقلف بلايص وتجي، لان هذا الشيء ديال العقار صعيب شويه، كيدي شويه ديال الوقت. اكثر الناس اللي خدامين والناس اللي ما عندهمش الوقت صعيب باش يشريو، وحنايا راه كنوصلوا لكم انواع ديال العقارات حتى بين يدكم، وانتم اختاروا مع راسكم. اللي عجبتك شي حاجه كنقول لك النمره راه كاينه 06 62 62 13 68، هذه راه فيها الواتساب. الا عيطتي لي وما جاوبتكش خلي لي اوديو ملي كنكون مسالي راه غادي نقرا الاوديو وغادي نجاوبك، ضروري غادي نجاوبك. الا جبرت شي واحد راه باغي المعقول، ولكن كاين بعض الناس راه كيتفلاو كيضيعوا لنا الوقت. الا بغيتي تشري حاول تصيفط لي اوديو وقول لي شنو بغيتي وشرح لي مزيان باش انا غادي نجاوبك، لان كاينين بعض الناس كما قلت لكم كيبغيو يسمسروا فيك غير بالفن، غير بالتناوي، كيقولوا لك فين جات الحاجه. كاين شي بعض الاخوان الله يهديهم كيبقى كيعيط لك، خصك تعطي له التفاصيل. وشنو كيقول لك واش ممكن تعطيني نمره مولاها. شوف على التطويره كي دايره كيقول لك اعطيني النمره ديال مول الدار ولا ديال مول الكراج. شنو غادي يدير ديك الساعه؟ غنعطي له النمره ديال مول الكراج، غادي يمشي يعيط له ويتصل به. والله يعاون الله يعاون، هادشي اللي كاين. ما تكونش مطور بزاف، حنا كنخدموا معكم بصدق والله يسهل على الجميع. حنا ما نقطعوا رزق حتى شي واحد، ولكن التناوي ما عندنا ما نديرو بهم. الا كاين شي معقول مرحبا. هادشي اللي كاين الاخوان. كما قلت لكم نكملوا على الموضوع ديالنا. كما كتشوفوا بالنسبه للكراجات راه جاو في واحد الموقع اللي هو زوين، راه دايرين به العمارات كاملين، وجا قريب المغوغه، جا قريب المرجان ديال المغوغه، وجا قريب طريق كبيره، جا قريب. راه كاين العزيب، الحومه ديال العزيب كاينه من الفوق، راه ديك الناس اللي ساكنين الفوقي راه كاملين كيدخلوا من هنا في الاتجاه هذا، والجامع راه هي هذه. الناس كاملين غادي يصلوا في الجامع هذه، لان الفوقي واقيلا الجامع ما عندهمش تما، كاينه شي وحده، ولكن هذه غادي تكون الجامعه الرئيسيه ديال الحومه هذه. و... وكنتمناو الخير للجميع. هادشي اللي كاين الاخوان، وكنشكركم بزاف على متابعتكم في القناه. بارك الله فيكم. الاخوان كما كتشوفوا هذا هو العزيب اللي لاصق مع هاد العمارات هادو. وشكرا. بالنسبه للثمن الاخوان، الثمن الكراج الاولاني اللي فيه 90 ديال المترو 140 مليون، الكراج الثاني اللي فيه 108 ديال المترو 170 مليون. غادي تكون شويه المفاهمه ان شاء الله. غادي نحاول نوريكم الخرجه ديال العمارات باش تكون الامور واضحه ان شاء الله، باش تعرفوا فين كيكون بالضبط. انا كان يعجبني نشرح لكم كل شيء. والله يجيب التسهيل للجميع. كما قلت لكم الثمن اللي فيه 90 المترو 140 مليون، واللي فيه 108 170 مليون. اللي بغى يديهم بجوج مرحبا به، اللي بغى يدي كل واحد بوحديته مرحبا به. اخوان كما كتشوفوا حنا راه وصلنا لطريق كبيره اللي كتدي لتطوان واللي كتدخل المدخل ديال طنجه. هنا هذا هو الشارع كبير كما كتشوفوا. بالنسبه للكراجات راه قرابين، لان الداخله ما يخرج دابا الداخله الكبيره ديال العزيب. ديك المنطقه راه خدامه وكبيره، تما العمارات راه تماك العمارات ما عرف شحال فيه من سكن. تما واحد العماره فيها شي 700 سكن، شي 700 شي 700 واحد. راه بالنسبه للمشروع اللي غدير غادي يخدم لك بزاف. كما كتشوفوا هذا هو الشارع كبير. وشكرا الاخوان، بارك الله فيكم. فيديو اخر ان شاء الله.